صباح الفل على احلى اخوات في الدنيا. فيديو جديد فين؟ عندي تامر وجيه في الازهر، بس في المحل اللي جوه في حاره المرج. كنت عملت فيديو قصير كده ونزلته عشان الناس اللي بتتابعني وبتشوف الفيديوهات القصيره تستفاد من العروض ده. هنعمل ايه؟ هنصور عند بدر في المحل اللي جوه اللي بيديره بدر بتاع تامر وجيه اللي في حاره المرج زي ما قلت لكم. هكتب لكم تفاصيل العنوان ورقم التليفون، وهسيب لكم رقم بدر تحت علشان الناس اللي حابه تطلب اوردرات اونلاين او كده تتواصل معايا. عايزاكم تستفادوا على قد ما تقدروا من الفيديو ده، لان العمريه هنا اللي ب 75 جنيه ب 63 جنيه. انتوا متخيلين في فرق شاسع 12 جنيه في المتر. يفرق معاكي لو بتشتغلي وبتسوقي، هيفرق معاكي جدا جدا. كمان لو عروسه وبتجهزي او حابه تعملي اوردر لنفسك، فما شاء الله السعر يعني هيبقى في فرق شاسع معاكم في الاسعار. انا كمان هاخد اوردر منه حلو ان شاء الله، هنصوره على السرير في الورشه عشان اوريكم التشكيل اللي ب 63 ده. اشكال اللي انا مثلا عجبتني فيها والافكار والقصه دي، لو هدخل فيها افكار هصورها لكم ان شاء الله على السرير في الورشه عشان الناس اللي متابعيني وعارفين احنا بنصور فيديوهات قص وخياطه. تعالوا مع بعض بقى نشوف الفيديو ونشوف العروض دي واستفادوا منها على قد ما تقدروا. بحب كل فتره كده انزل لكم حاجات تقدروا تستفادوا منها، بحيث ان هي توفر عليكم في قصه السعر بالنسبه للتسويق. فالنهارده 63 من 75، وهي العمريه البورصل المفتوح هيفرق جدا. وخصوصا مثلا لو انت بتشتغلي عمريه بورصل مقفول اللي هو ب 85، ده سعره النهارده ب 85 زي ما هو. ففي فرق من 63 ل 85 هيفرق معاكي لو بتبيعي طقم بالسعر ده ولو بتبيعي طقم بالسعر ده. مش عايزه اطول عليكم اكتر من كده، يلا بينا ندخل على الفيديو ونشوف الاسعار دي ونشوف العروض واستفادوا منها على قد ما تقدروا. ما تنسونوش لايك وشير وسبسكرايب للقناه علشان تستفادوا من الفيديوهات اللي بننزلها اول باول. يلا بينا نلف الكاميرا ونشوف كل الخامات دي على الطبيعه. تعالوا بقى نبدا بسم الله ونصلي ونسلم على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. عايزه اوريكم تشكيل. انا هبدا طبعا بالبورصل المفتوح اللي هو ب 63 و65 واحنا طالعين من اقل حاجه لاعلى حاجه زي ما قلت لك. هصور لك وهوضح لكم كل الرسومات. بصوا بقى المحل متروق ما شاء الله. ده بدر على فكره اللي واقف هناك ده، دول اللي واقفين في المحل عشان اللي هيجي يبقى عارف شكلهم ايه، بحيث ان انتوا ما تتوهوش عن المحل. تعالوا بقى نشوف مع بعض التشكيل كله. ما شاء الله منظمين المحل جدا، عجبني التنظيم فيه. بس ان شاء الله على ما نكون مخلصين الفيديو هكون مبهدله لكم كل الشغل المترسق ده، لان هنزل كده واوريكم الرسمه متوضحه، لانه هي في العرض كده ما بتبقاش واضحه قوي بالنسبه لكم زي ما بنفتح بننزل التوب كده وبنعرض الرسم. فمش هسيب رسمه ان شاء الله من غير ما اكون مفرجاكم على الشغل ده نبهدله خالص وهم يقعدوا بقى يروقوا في الاخر. تعالوا بعد اذنك يعني يا بدر عايزين نوضح الرسومات، فهنبهدل لك المحل كله وهنفرد كده بقى مع بعض على قد ما نقدر. معلش حقك علينا بس انا عايزه الرسومات بجد نبين جمالها، لان في حاجات ما بتبقاش واضحه خالص يعني بتبقى كده في العرض غير لما بنروح منزلين الرسمه كده، بتفرق قوي. خصوصا رسومات الاطفال دي هوريكم شويه حاجات هتستغربوا جدا جدا. يعني بصوا الرسمه دي، الرسمه اللي هكلمكم عنها كمان شويه وهتتفاجئوا فعلا بسعرها، لانها بورصل مقفول. يعني في شويه حاجات بصراحه واو واو واو. انا جيت هنا يعني انبسطت جدا من الاسعار. احنا اصلا بنصور عندهم على طول من فتره طويله، كنت مصوره لكم كان ب 65 برضو ب 63. فالنهارده مع تشكيل جديد مع رسومات جديده اول مره تنزل بنقول بنفس السعر وسعر اقل كمان، فده بجد ما يتفوتش. بحاول على قد ما اقدر ان انا اساعدكم باي شكل من الاشكال. الناس كمان اللي بتشتغل، الناس اللي بتكلمني وبتبقى عايزه خامات تشتغل فيها، الناس اللي بتستشيرني في الخامات، بحاول على قد ما اقدر ان انا اوصل لكم بطريقتي اي حاجه تساعدكم في التسويق. رسومات حلوه جدا واشكال جميله، وكل رسمه وانا بصور ركزوا معايا من اول الفيديو لاخر الفيديو، لان كل رسمه وانا بصور هقول لكم سعرها ايه من العرض، بحيث ان انتوا لو طلبتوا اونلاين وانتوا بتطلبوا من بدر هتكونوا عارفين ومحددين سعر الرسمه والتوب اللي انتوا محتاجين منه، وتبقوا عارفينه من خلال الفيديو ما تتوهوش في الاسعار. احنا فصلنا مروحه وباقي مروحه، انا مش هنفصل اكتر من كده بقى بصراحه، بس اعتقد ان الصوت كده هيبقى واضح وهيبقى افضل. بصوا الرسمه اللي فوق دي رسمه الوانها عشوائيه شويه، هتمشي مع حاجات كتير. يعني الناس اللي بتدور على رسمه تمشي مع الوان كتير مثلا في الاوضه، سواء التنجيد على بيجات رصاصي اوف وايت، هتلاقي الرسمه دي ما شاء الله شغاله على السرير حلو جدا، خصوصا في الملايات الاستيك هتبقى جميله. تعالوا بقى، مش عارفه افردها لكم ولا ايه، بس انا اعتقد ان رسمتها واضحه مش محتاجه ان هي تتفرد. يعني انا هضغط عليهم ان يفردوا حاجات كتير، بس الحاجات اللي انا عارفه ان هي ما تتفرد هتفرق. يعني القلوب دي خلاص واضحه ومعروفه،
هحاول ان انا كمان اقرب لكم الكاميرا بحيث ان انتوا تشوفوا التشكيل. بص انا مش محبين اول الحاجات اللي بتبقى الدرجه بتاعتها زاهيه بزياده قوي، لان ده حمصه زاهي قوي، فلو فتح درجه او درجتين بعد الغسيل هيبان ان هو بهت. لكن مثلا الحاجات اللي على سيلفر فاتح والحاجات اللي على ابيض ما شاء الله جميله. بص الرسمتين دول حلوين قوي. وطبعا بما اننا كلنا عارفين ان التنجيد السراير دلوقتي او دهانات الاوض بتبقى على ابيض اوف وايت سيلفر، والكافيهات دايما بتبقى في الدرجات دي، فالحاجات دي بتبقى حلوه قوي لما بتتفرش على السرير مع دهانات الخشب والالوان. لحد هنا كده يا بدر واحنا ماشيين 63. لما اجي عند حاجه ب 65 اروح موقف ومشاور لي بقى عليها كده عشان كل حاجه تبقى واضحه، عشان لما يبعتوا لك على التليجرام او يبعتوا لك على الواتس، طبعا احنا هنحط رقم الواتس، لما يبعتوا لك على الواتس يبقى ايه الدنيا واضحه شويه، ما يلخبطوكاش ويزهقوك. يا جماعه بلاش تيجوا تفاصلوا مع بدر، الناس اللي هتيجي هنا على ارض الواقع او هتكلموا محدش يفاصل بعد الاسعار دي، عشان بيقول لي بيتعبوني قوي يا ام امل اللي بيجوا من الفيديوهات. لا انا متابعيني زي الفل يا بابا، مفيش حد هيتعبك ان شاء الله. بص الرسمتين دول حلوين قوي قوي. افرد لي بس الغامقه ده شويه يا بدر. بص الرسمه دي والابيض منها ممكن تعمليه ماتشنج، يعني كيس المخده من الغامقه، الملايه من الفاتحه، ممكن نغير خالص وندخل اللون ده في الساده. هصور لكم الصور بتاعتهم على التليجرام. تمام. احنا كده كده هنحط ان شاء الله لينك التليجرام، بحيث ان هي الرسمه دي طبعا مش هتوضح الا لما نفردها يا بنت. احنا ممكن نحط لينك التليجرام على ان شاء الله تحت في الفيديوهات، بحيث ان احنا ان شاء الله تقدري تخشي تشوفي كل الرسومات دي وهي معروضه. بص الرسمه دي حلوه جدا جدا جدا، وفي الفرش بتبقى جميله. وزي ما قلت لك انت تقدري تستبعدي الماتشنجات، يعني ده مع ده تقدري تستبعدي، تاخدي ده لوحده تاخدي معاه اوف وايت، تاخدي ده لوحده وتاخدي معاه درجه البيج زي ما تحبي. في كام رسمه على فكره، في كام رسمه هتيجي دلوقتي، في رسمه هتيجي بالوانها كلها ان شاء الله واحنا بنصور برضو ب 63 هنصورها لكم برضو في الفيديو ده، بحيث ان انتوا تستفادوا منها، لانها رسمه حلوه جدا، رسمه ورد صغير كده ارضيته على ابيض او اوف وايت، فجميله وشكلها جديد. هنصورها برضو معانا في الفيديو. القلوب الاسود والسيلفر والنبيتي اهي 75 جنيه ب 63 النهارده، 63 عند بدر. العروض دي مفتوحه يا بدر صح؟ بس اللي هيطلب اونلاين عامه 65، اللي بتيجي المحل 63. تمام الكلام واضح، علشان محدش يرجع يتكلم ويقول يا ام امل انت ما قلتيه. دي طريقتهم وشغلهم، وانتوا تقدروا تستفادوا براحتكم. انا بالنسبه لي فرق 2 جنيه مش هيفرق قوي، في مقابل ان اعمل له قاعد في بيته والحاجه رايحه لحد عنده ولا هيتعب نفسه ولا اي حاجه. احنا ممكن بقى نشوف الثلاث الوان البيج دي، نشوف حتى رسمه منها. الرسمه واضحه بس برضو لما بتتفرد بتبقى حاجه ثانيه. السيلفر والمنت، اللون المنت ده موضه قوي على فكره. زي ما قلت لكم تقدروا تاخدوا اكياس المخدات تشتغلوا الطقم كله من نفس اللون، او تاخدوا اكياس المخدات باللون الاوف وايت. الماتشنجات دي بتاعتكم براحتكم. كمان هصور لكم الساده العمريه عندك بكام يا عباد؟ سعر المتر عامل معاك 60 جنيه. 60 جنيه الساده. والمشبحات؟ لا المشبح 63 جوه المحل 65 طبعا لو هيطلب. طيب تمام، يبقى الساده كمان ب 60 اقل في السعر ده. بالنسبه لي على فكره مفاجاه. طب ممكن بقى تلم دي كده واحنا نصور ايه الرسمه اللي فوق دي اللي هي الرسمه الاسلامي الكافيه، في منها رصاصه انا شايفاها بره صح؟ القلوب الاسود والاحمر موجوده والمقلم الاسود في ابيض. تمام يا بدر. بس انا بستنى ثواني يا بدر قبل ما ندري ان انت فردتها. لا اللي تحت. بص ده تقدري تستخدميها ملايه لوحدها، وتقدري تاخديها ماتشنج مع دي براحتك. تقدري تاخدي مع ده لون ومع ده لون ساده، بس ده هيبقى حلو جدا لو اخدنا معاها الدرجه المنتي دي اللي هي على اخضر، سواء مشبحه سواء ساده. ودي جميله قوي مع الاوف وايت، ومنها فيها لوحدها كده خطيره الحاجات ديت. يعني بالنسبه لرسمه زي ده انا مثلا متخيلاها في الاوضه تكون مودرن شويه، ومعاها كوفرتا اوف وايت او ابيض اللي هي بشراشيب المتربطه الساده دي، والطقم كله يبقى من نفس اللون، شكلها حلو جدا. وريني كده الدرجه اللي تحتها يا بدر. الكشمير، الكشمير الورده ده، هي الكشمير دي اصلا مع اللي تحتها يا بدر؟ دي مع دي؟ دي ودي مع بعض. الناس اللي بتدور على الحاجات البسيطه والسيمبل، الطقم ده يبقى حلو قوي لوحده كده مع درجه كشمير ساده، خطير خطير بجد. انا مش من محبين قوي الماتشنجات غير في حاجات
حاجات بعينها كده هبكلمكم فيها في الفيديو واحنا بنصور. بصوا بقى الرسمه دي، لما كنت بقول لكم من شويه مش كل حاجه احب اخد فيها الماتشنجات بتاعتها، لكن ده بالذات بحبه جدا جدا اخده ماتشنجات. ليه؟ رسمتها صغيره وسيمبل وبسيطه، ده اللي كان قصدي عليه. انما هنا هتلاقي رسمه كبيره مع رسمه صغيره، فمش بحب القصه دي قوي. لكن لما بتبقى بالشكل ده هي نفس الرسمه بالظبط، وهنا فرع الورد بنفس درجه الرصاصي والعكس صحيح، بيبقى شكلها حلو قوي. في منها لون تاني، وده كمان في منها لون تاني هوريه لكم دلوقتي. لونين اتنين، يعني الكشمير والاخضر، في لون تالت يعني كده 3 الوان في الرسمه اللي هي بتاع السنبله ده. انا حابه اكتر عن دي على فكره. مش بحب الالوان الغامقه قوي، يعني هي مش غامقه قوي، بس الدرجات اللي بتبقى على كشمير صريح مثلا، زيتي غامق، بني غامق، مش بحب الحاجات دي، عشان بحس شويه لما بتفتح درجه بعد الغسيل بتبان شويه كده زي لكنها جربت. فاهمين قصدي؟ بحب الحاجات اللي على ارضيه بيضه زي كده. ده درجه تانية اهو من نفس الرسمه. الثالثه فين؟ هنا في العرض يا باب. فين في العرض؟ ورا كده. جميله سيلفر. بصوا بقى الرسمه الدرجه الثالثه اهي، الرمادي السيلفر بتاعها. انا احب قوي اخد الرسمه دي واخد معاها كيس المخده باللون ده، او اخدها كلها منها فيها واخد عليها كوفرته. فاهمين وجهه نظري؟ الناس اللي عايزه تعرف ممكن ده في الفرش يبقى عامل ازاي، او ممكن برضك لو اتعمل الكرانيش منها فيها تبقى شكلها حلو قوي، بان احنا الملايه كلها تبقى بكرانيش منها فيها، وممكن يبقى قطان بسيط بالدرجه السيلفر، والعكس صحيح الكشمير عليه قطان كشمير. اللون الساده ممكن ناخد القطان مثلا من اللون الساده ده، وشكرا على كده، الطقم يبقى حلو جدا. الدرجه الثانيه من السيلفر اللي صورناها من شويه، الدرجه الكافيه منها. الدرجه الكافيه منها، وانا حابه اربط كل الاشكال اللي فيه منها الوان ورا بعضها، بحيث ان انتوا تستوعبوا ده كله معانا. لسه فين؟ 63 صح كده؟ الرسمه اللي فوق دي مش واضحه يا بدر، تعبك معايا ننزلها بس بعد ما ناخد الحاجه اللي هي ايه مش هتتفرد، يعني دول مش هفردهم. طيب دول مش هفردهم. فما شاء الله جميله. الدرجه السيمون حلوه قوي، بس تبعد الرصاصي بخاف من الالوان الغامقه زي ما قلت لكم، علشان خاطر لما بتفتح، لان العمليه بتفتح درجه بعد الغسيل بتبقى مش احسن حاجه، مش ألذ حاجه على السرير. لكن السيمون ده حتى لو فتحت درجه بتبقى شكلها حلو. الرسمه دي حلوه قوي، حلوه قوي بجد. كرانيش، فلات، باستك، منقوق، بص كل حاجه فيها حلو. دخلوا معاها، ممكن تاخدوا معاها اللون المشبح اللي تحت ده، وممكن تاخدوا اللون الساده، واللون الزيتوني هيمشي معاها حلو جدا برضك، لان هي فيها الفرع الورد ده بالدرجه الجنزاري اللي تحت، وبالدرجه الزيتوني خطير برضه. الرسمه دي معروفه، ونزلت من اول ما نزلت كانت في التبراك، ومن بعد التبراك العمريه بورصه المقفول والباكستاني، ونزلت معانا في حاجات كتير قوي لحد ما وصلت معانا لل 63 في العمريه البورصه المفتوح. الرسمه دي حلوه قوي. الرسمه دي برضو جميله. بص الدرجتين دول، الغامق والفاتح. هنا ممكن استوعب البيش شويه، استوعبه عادي في ان انا اعمله حتى لو فتح درجه، لا معقول. غير مثلا الكحل، انا استحاله اخد في العمريه الكحل ده، بجد بيبان بيجرب ويبقى شكله مش قوي. بتكلم براحتي طبعا، لان انا متعوده معاهم على كده، ومتعوده ان انا اكون صريحه معاكم واقول لكم وجهه نظري. خصوصا الناس اللي بتبقى داخله في المجال ده جديد، بجد بتبقى تايهه، والنصيحه دي بالنسبه لهم بتبقى زي طوق نجاه كده، في ان هي بتوضح لهم الدنيا بتبقى عامله ازاي، لان هم بيبقوا شغالين على الابيض خالص. زي ما قلت لكم، لو هاخد الفاتحه، وبرضو مش احسن حاجه في البورصه المفتوح الرسمه دي. يعني شويه انا عايزه اوصل لكم بس معلومه بالنسبه للبورصه المفتوح. يعني ايه بورصه المفتوح؟ بصوا بورصه المفتوح يعني نسبه القطن بتقل شويه. بصوا الخيوط دي، حابه ان انا اقرب لكم شويه عشان تعرفوها لما تيجي تجيبوا. بصوا الخيوط بتبقى زي شويه كده في فراغات ما بينها. كل ما الفراغات دي اتملت اكتر بالفتل وبالخيوط، كل ما نسبه القطن زادت فيها اكتر. فهمتوا الفرق ما بين البورصه المقفول والمفتوح ايه؟ علشان لما تيجي تجيبوا الخامه، هي بس مش الشراشيب ان هي تكون مشرشبه كده فيتقال عليها بورصه مفتوح، لا، احنا ممكن يقابلنا دلوقتي وهوريكم ده واحنا بنصور حاجات ما فيهاش الشراشيب وبورصه المقفول، وبتتباع ب 63 و65. وهوضح لكم ده قوي في الفيديو علشان الناس اللي بتشتغل. الرسمه ده انا اشتغلتها كتير، الاثنين دول ماتشنج مع بعض، وهفردهم عشان اوريها لكم دلوقتي.
الرسمه اللي تحت دي حلوه قوي برضك، من تقليد رسومات التبراك اللي هو كان ب 250. الرسمه دي كان لازم افردها علشان تشوفوا رسمتها مختلفه، ما كنتش هتستوعبوها في العرض. في طريقه القص ممكن تطلعي خداديه من الخداديتين من المقلم ده، وممكن تطلعي واحده وواحده، ليها كذا طريقه في القص والفرش على السرير بيتغير. بصوا بقى كده الرسمه من الظهر بقيه الرسمه عامله ازاي. يعني المقلم ده مثلا بيبقى عند الرجلين، وبقيه الرسمه دي بتبقى طويله والعكس صحيح، بس المقلم اعتقد ان هو عند الرجلين هو افضل حل ليه، ما ينفعش نعكسه يعني. ما شاء الله الرسمه دي حلوه، ممكن مع كيس مخده بيج او اسود او مقلم يشتغل برضه. شكرا. بصوا الرسمه دي ما شاء الله، لا جميله، بتبقى حلوه قوي. الحاجات دي عارفه ان انتم مش بتستوعبوها غير لما تتفرد قوي، فاللي هحس ان هي مش واضحه بالنسبه لكم هفردها لكم. بس الرسمه اللي هي بتاعه العصفوره دي اللي هي معاها كارو، هصورها لكم التوب. تقدري تاخدي معاها رصاصي ساده، وتقدري تاخدي معاها الكارو، عشان الناس اللي هتقول لي يعني ايه كارو مع فرع، هي نازله ماتشنج مع بعضها، بس شغاله كويس على فكره، لان شفتها متفصله، كان حد بعتها لي، شكلها حلو جدا. وعملناها على فكره كتير، بس كانت سراير اطفال فما صورتهاش على السرير، لكن صورتها على ترابيزه القصر. حلوه جدا يا بدر، شكرا. الرسمه دي بحبها قوي، بحبها بجد في اوض الاطفال، حاجه كده يعني ايه ما بين الشبابي، بناتي تنفع، اوض نوم تنفع، وعملتها ونفذتها كتير، فما شاء الله جميله، وجربتها على السرير وعارفاها في الملايات الاستيك تحفه. اكياس المخدات ممكن تبقى من دي والعكس صحيح، الملايه هي اللي تبقى من دي، اكياس المخدات من دي، براحتكم. بس هي ماتشنج مع بعض، من الحاجات بقى اللي انا كنت بقول لكم عليها اللي ممكن تمشوها ماتشنج مع بعض، الماتشنج بتاعها يعجبني وخلاص ابقى مقتنعه بيه. فالاتنين دول مع بعض ماتشنج حلوين جدا بجد، شكلها حلو، والتقليمه بتاعتها كده تحس ان هي عامله زي الخشب كده، فما شاء الله جميل. بص الرسمتين دول ورد وبتاع، بس انا مش بميل لهم قوي، لان بحس شويه كده التقليد الخامه اللي هي 3 دي بيبقى فيها حاجات شبيهه ليها، فما بحبش اخد من الخامه الاعلى رسمه مثلا متقلده في خامه اقل، فاهمين قصدي؟ اللي تحت دي مش باينه قوي. دي ولا اللازم؟ شفت اللازم اللي كان عايز يديني منها؟ بص الرسمه دي برضو رسمه سيمبل قوي بجد، درجه السيلفر بتاعها فاتحه، منقطه كده، حاجه سيمبل وبسيطه. لا انا هفردها لكم اكتر من كده. بصوا بدر بيقول لي ان الرسمه دي كان معاها ماتشنج، بس الكحل بتاعها الغامق، وانا كده كده زي ما قلت لكم ما بحبش الالوان اللي على غامقه، علشان لما بتفتح درجه بتبقى شكلها مش حلو. لكن ده بقى اللي انا كان قصدي عليه، ده سيلفر فاتح، فمش هيبان لو فتح درجه، هيبقى شكله حلو جدا. التنقيطه اللي فيها جميله، النقطه اللي فيها دي سيمبل وبسيطه، الرسمه بتاعتها حلوه قوي. الرسمه اللي هي فوق القلوب ده اي واحده منهم ماشي يا بدر. نبيته خلاص تمام، حلوه جدا. ماشي شكرا، حلوين جدا، الف شكر. لا ما شاء الله جميله. نبيتي منها حلوه، انا جبت منها الرصاصي، هصورها لكم على السرير ان شاء الله في الجلسه اللي هي تاني واحده. النبيت انا شفتها متنفذه في صور كانت مبعوتها لي برضك حلوه قوي، كان داخل فيها النبيت الساده ومعمول فيها فيونكه، وكانت حلوه. اعتقد ان انا كان في بعد رسمه كده ما صورتهاش. بصوا الرسمه اللي فوق دي برضو بالمشبح بتاعها، المشبحات هي بنات دي المشبحات اللي كنا بنقول عليها بنفس سعر المنقوش، لكن الساده المسح هو اللي ب60. تعالوا بقى هنا عشان في رسمه موجوده في البورصه المقفول والمفتوح. الرسمه دي حلوه جدا، تقدري تشتغليها في التسويق تبقى كويسه. والرسمه اللي تحت دي خلاص، انا كنت ركزت لكم على الرسمه اللي تحت، مش عارفه، ما حبيتش معاها اللون ده، حسيته غابي كده بصراحه، ما حبيتهوش. بس ده ممكن لو انا هاخده وعجبني خلاص، انا ممكن اقدر اخد معاه الساده يعني الساده المسح خالص، وافضل الاوف وايت افضل، يعني الرصاص كتير فيه وظاهر، فالاوف وايت يهدي معانا الطقم شويه، ما يقفلهوش ان هو يبقى رخم. ان شاء الله الرسمه وصلت اهي، هصورها لكم اللي انا كنت بقول لكم عليها بالوانها كلها ب 63 برضك، لسه الاتواب جايه مقفوله، هوريكم عشان ما حدش يفتكر برضك ان دي بضاعه قديمه وهما بيعملوا عروض علشان
يبيعوا مثلا من البضاعة القديمة ويجيبوا جديدة، لا هي بضاعة جديدة كلها، بس هم سعرهم ما شاء الله اسعارهم حلوة في العمرية. شنجات. لا لا انت بصراحة ظابط العرض يا بدر، ما شاء الله جميل. الفيونكة دي اللي كانت على بنك، في منها اللبني هنا، البنك في منها خلصانة. البنك برضه. خلصانة ولا موجودة؟ لا موجودة بس لا برضه. البنك برضو بتاعتها موجودة، ممكن تبقى تجيبها لنا يا بدر نصورها. بص الرسمة اللي تقن، افرد لي اللي تحت معلش. اللي تحت دي مش واضحة. زيتوني. لان انا حسيت ان لونها شوية زيتي فاتح، يعني زيتي مش زيتي قوي يعني. لا صورتها برضه على التليجرام. لا 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 ما شاء الله الرسمة دي تحفة جميلة جميلة. شكرا. بص الرسمة دي برضو حلوة قوي. الفيديو بقى 16 دقيقة، فانا لسه معانا العرض شغال ومعانا تشكيل واسع قوي. لا هما مش هيزهقوا، لا عروض بصراحة ما تتفوتش، فانا مش هدور على مدة الفيديو قد ما هدور على وجه الاستفادة اللي هيستفادوها. ممكن بس الرسمة دي يا بنت ديت؟ ايوه لا اللي فوقها، اللي فوق الرسومات اللي هتبقى مش واضحة نوضح. الرسمة دي جميلة قوي مع اللون العسلي، تبقى جميلة في اوض الشباب، تحفة. لا الرسمة دي حلوة اللي فيها ورد تحت دي الكارو معروفة، صورناها كتير. بصوا هي الرسمة دي شوية تحسوا انه فيها زي خيال كده، فاتح في غامق كده زي ما انتوا شايفين. ممكن بتاع الكارو ده دي لسه جديدة. حاساها جديدة كده، هي شوية بتزغلل كده في الكاميرا بس تمام يعني. لا بس هي حلوة قوي مختلف. بحاول اركز على الرسومات اللي هي تحسوا ان هي بعيدة عن الورد والحاجات دي، عشان خاطر في ناس كتير بتبقى عايزة حاجات بعيدة عن الورد لأوض الشباب، فببقى احب اوضحها قوي في الفيديو. اول واحدة فوق برضو تمام. لا وانا قاعدة بقى بصراحة عشان تعبت. هي الدار زي الوش. لا يا سلام يا سلام. ده الوش. بحب الرسمه ده عشان ساعات بطلع خداديه من حته وخداديه من حته، فتحس ان هي ماتشنج حلوه قوي على السرير في الفرش. اللي بيدخل معاها المقلم، وفي ناس بتدخل معاها البيج والاوف وايت عادي زي ما هي، وفي ناس بتعملها منها فيها هي كده في بعضها. الاتواب اهي والاربع الوان بنفس الرسمه. الاتواب مقفوله. بدر فتح اول توب قلت له لا منك كده، علشان انا عايزه اصور الاتواب وهي مقفوله، علشان برضو ما الاقيش حد بيقول هي الاسعار اقل ليه، هي البضاعه مركونه مش مركونه، زي ما وضحت لكم النقطه دي من شويه. فما شاء الله ما فيش حاجه اسمها بضاعه مركونه، هي ده اسعارهم، بيبيعوا ما شاء الله باسعار حلوه. فخلينا نوضح طبعا كل الحاجات دي ماتشنجات. انا عايزه اقول ان الرسمه دي بالذات انا هاخد منها لانها بورصل مفتوح بس تحسوا ان فيها نسبه الخيوط عاليه، يعني ما شاء الله جميله، ملمسها قطن، ملمسها حلو. اكتبوا لي تحت في التعليقات الرسمه دي بالذات احلى الوان فيها ايه. يعني البيبي بلو ده خلاص خلصانه، هي اجمل لون فيها ده بالنسبه لي. وريني كده يا بدر، هفردهم كلهم واوريكم كل درجاتها. بصوا الدرجه دي حلوه قوي. طبعا اللون الساده اللي فيها تجيبيه كيس مخده يبقى تحفه. كشمير ممكن لو انتم مش حابين رسومات بنات، يعني رسومات اطفال وعايزين حاجه في اوض الاطفال، لو بناتي يبقى اللون البنك ده حلو قوي، لو شبابي ممكن يبقى اللون الزيتوني والزيتي. البيبي بلو في اوض النوم خطير خطير بجد. شوفوا اللون التالت ده، اللون الزيتي حلو قوي قوي برضه، الله جميله جميله تحفه. دي في اوض النوم اللي بتبقى الدهانات بتاعتها على بني هتبقى حلوه جدا، لا على الوان فاتحه ابيض وكده ممكن تقدري تاخدي كل الالوان عادي. جميله جميله اجمل لون فيهم. بصوا بقى لسه بنتكلم انا وبدر في حته الالوان الساده اللي هتمشي معاها. عارفين الهشير معاه بصراحه جميل، احسن من الساده المسك، لان هي اصلا تحسيها مش ساده قوي قوي، يعني بالظبط نفس الدرجه، خطير. يعني لو هتطلبوه اطلبوه بالماتشنج بتاعه. الهشير ده تحفه. يعني هنطول الفيديو شويه بس اوفر لكم الالوان الساده، بحيث ان انتوا لما تاخدوا سكرين تاخدوه بالدرجه الساده اللي تعجبكم. لا يا بدر انا محتاجه درجه تانية غير الدرجه دي. مع دي حلوه قوي. بصوا الدرجه دي مش موجوده، الدرجه دي مش موجوده، لكن تقدري تمشي معاها الدرجه دي وتقدري تمشي معاها فاتح اي درجه فيهم هتمشي معاها حلو جدا. لا ما خلاص بقى معروف ده البيبي بلو، معانا كذا درجه ليها هنصورها دلوقتي واحنا بنصور الفيديو. بدر مصمم يظبط لكم الدنيا في الاربع الوان، غامق وفاتح، وعيشوا بقى بدماغكم، بس الفاتح بصراحه خطير.
بص الاطفال اللي تحت الاخضر ده الرسمه جميله جدا، تمام، وهفردها لكم دلوقتي. بس انا بخاف شويه من الالوان الغامقه زي ما قلت لكم، عشان العمريه معروفه انه يفتح درجه بعد الغسيل. فالاخضر ده لما بيفتح بيبان ان هو مجرب شويه، فاستبعدوا دايما الالوان الغامقه قوي زي الجنزاري، الاخضر، الكحلي، ايا كان رسمته حلوه لا استبعدوه. خصوصا الناس اللي بتشتغل استبعدوا الرسومات دي علشان ما تخشوش في مشكله مع العميل. كل الالوان اللي على فاتح بقى مفيش اي مشكله بالنسبه لهم. تعالوا بقى كده، انا عشان بدر وقف معاه ناس مش عايزه اعطله طول الوقت، فخلينا اوريكم الرسومات الاطفال دي. الرسومات الواضحه زي كده مش هنفردها. الرسمه دي تعالوا بقى نرجع لمرجعنا. الرسمه دي بتتباع ب 85 جنيه بره، بورصل مقفول. بصوا البورصل مقفول ازاي، الا ان الرسمه دي هنا ب 63 65 او 63 هتاكد دلوقتي. العرض ده كله اهو بكام؟ ب 63. الا الرسمه دي اصلا بره زي ما قلت لكم ب 85. النهارده عند بدر ب 73 جنيه، ب 63 جنيه، ب 65 جنيه. هي الوحيده اللي ب 65 في العرض كله، وبرسلها مقفول، فملهاش علاقه البورصه المقفول من مفتوح. في حاجات كده بتنزل بورصه المقفول بينضفوا البورصه بيخلوه مش مشرشب، ومع ذلك بيكون بنفس سعر البورصه المفتوح. الرسمه دي برضك حلوه قوي، من الرسومات الحلوه ودرجتها حلوه. تعالوا بقى نكمل مع بعض هنا. بص الرسمه اللي هي بتاع لاعيبه الكوره دي، عايزه افردها. بصوا الرسمه دي شبابي حلوه قوي، خصوصا اللي بيلعبوا كوره. رسمه جميله 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 ما شاء الله، حلوه قوي، حلوه بجد. ماشي يا خالد. صدقوا ما كانتش باينه خالص وهي في الصوره، ولما اتشدت بانت. بصوا السيمون الزرقاء دي عجباني يعني، بس انا خايفه من الالوان الغامقه زي ما قلت لكم. تمام كده خلصنا الاطفال. تعالوا ندخل بقى على الجنب ده اللي هيبقى عندنا اشكاليه فيه شويه. ما اتفردتش والله يا بدر، انت شكلك كده محتاج ان احنا نعمل فيديوهين مش فيديو واحد. بس انا عايزه اربط الفيديو كله ببعضه عشان الناس اللي هتتابع ما يقعدش يدوروا على الفيديو ويحتاروا هو ده ولا مش هو ده، العرض فين بالظبط. فانا هضطر ان انا انزل فيديو واحد مش فيديوهين عشان نربط العرض كله في نفس الفيديو. هنا بقى هنحتار شويه علشان خاطر في حاجات ب 63 و65 و70 و85 البورصه المقفول. هنصور كده اول باول وكده ان شاء الله نعلم عليها في الفيديوهات كده ونقول لك ده كام سعره اول باول. لا ما بعرفش في لعيبه الكوره. هاتها لي تاني كده. دي كريستيانو، ده رونالدو. بقول لك ما توجعش قلبي مع اللعيبه. والثانيه ديت ميسي. طب انا عايزه ميسي دي، نزلها برضه. انا اقرب لقلبي بصراحه يعني رونالدو. حلو جميل. الرسمه اللي كنت بكلمكم عليها من شويه بورصه المقفوله اهي، بما انها اتفردت بقى اصورها لكم ان شاء الله. جميله. بص الرسمه بتاع البنات دي، رسمه بناتي جميله بجد. جو الفراشات واللون البينك، ودخلت بقى كيس مخده باللون البينك ده، جميله قوي في البنات. الرسمه دي برضو للاطفال للاولاد حلوه بجد. الحاجات دي بتفرق مع الاطفال قوي بصراحه. شويه رسومات ما كانوش باينين في العرض كده، بس من تفرديهم بيبان جمالهم. يعني دي تلمس قوي مع الاولاد ودي تلمس قوي مع البنات، فشكلها حلو. يلا تعالى بقى مع واحده كده. اول رسمتين فوق دول ماتشنج مع بعض، دول ب 85 بورصل مقفول. بورصل مقفول هنا مفيش عرض عليه وسعره موحد في كل مكان. تعالوا بقى الرسمتين اللي بعدهم. هم دول؟ لا اللي فوق. المشبح اي مشبح عندي؟ اي مشبح 63. تعالوا للماتشنجات بقى اللي هي الرسمه اللي هي قصدي اللي تحت 85، المنقوشه 85 واللي تحتها 85 والبيج 85. وعندنا تشكيل تاني بره حلو ما شاء الله. فخلينا ابدا فيديو تاني نصور فيه الكوفرتات والاسترايب وحاجات كتير موجوده عنده تانية غير كده عشان تستفادوا من عنده على قد ما تقدروا. لو عجبك الفيديو ما تنسوناش لايك وشير وسبسكرايب وفعل الجرس عشان يوصلك مني اشعار بكل فيديوهاتي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.